بندي فرصة للعلاج السلوكي ده أسبوعين. مفيش أي تحسن يبقى هندخل بالعلاج الدوائي من النوع ديزموبريسين زي المينيرين أو الأوميجا بريس، وده نظير صناعي الهرمون ال ADH اللي بيفرز طبيعي من الجسم، بيشتغل على الكلى وبيخليها تحتفظ بالمية فيقلل كمية البول ويحافظ على توازن المية والأملاح داخل الجسم. وأقل جرعة بنديها هي قرص 2/10 مللي جرام، وأقصى جرعة هي قرص 6/10 مللي جرام حسب كل حالة. وضروري جدا تعرفي إن مش هنحكم على أي علاج دوائي قبل 6 أسابيع على الأقل لحد ما جسم الطفل يتعود عليه. مفيش استجابة بنرفع الجرعة، حصل استجابة بنكمل من 3 ل6 شهور على الجرعة المحسوبة دي، وبعد كده بنسحب العلاج بالتدريج. حصل انتكاسة بنوقف فترة على آخر جرعة بعد السحب فترة ونرجع نكمل سحب تاني لحد ما نوقف الدواء نهائي. أما في الحالات الغير مستجيبة للديزموبريسين أو إن الطفل مش قادر يتحكم في عملية التبول بالنهار كمان، بنضيف جنب الديزموبريسين عقار من النوع الأنتي كولينرجيك زي اليوريبان، وده عشان يتحكم في المثانة بشكل مباشر، وجرعته 5 مللي جرام قبل النوم سواء من الإقراص أو أدوية الشرب. وهنمشي عليه برضه من 3 ل6 شهور وبعد كده هنسحب بالتدريج.